للتاريخ يا أهلي. الأهلي يحصد البرونزية الرابعة في التاريخ، بيسكت كل اللي كانوا طلعوا من جحورهم بعد مباراة فلومينيزي لما خسرنا. كل اللي هم كانوا مستنيين الأهلي يخسر النهاردة، كل اللي هم بيبقوا بره البطولة أصلا، بيبقوا حصالات سواء في مجموعتهم أو في الدوري بتاعهم، بيبقوا مستنيين وقوع الأهلي. من كتر ما الأهلي هو دايس عليهم، من كتر ما الأهلي في المباريات التاريخية ليه قدامهم هينهم، فهم بيبقوا مستنيين أي حد غيره يعني يكسب الأهلي فيفرحوا. هزيمة الأهلي يعتبر بتبقى بطولة بالنسبة لهم. التاريخ إنك تحصد ميدالية برونزية المرة الرابعة في تاريخك، وفي آخر في آخر 4 سنين تحصد 3 ميداليات برونزية، حاجة للتاريخ للجيل ده. وحاجة في الإجمالي يعني 4 ميداليات برونزية للنادي الأهلي، أكتر نادي توج بالميداليات البرونزية في تاريخ كأس العالم للأندية. كانت حاجة كويسة إنك تختم كأس العالم بالنظام القديم، بإنك تاخد ميدالية قبل ما يحصل بقى النظام الجديد اللي هيبقى فيه أندية كتير، هيبقى فيه حوالي 32 فريق. غير كده أصلا هيبقى فيه أفضلية للأندية الأوروبية، يعني هيبقى فيه بتاع أكتر من 12 مثلا فريق ولا حاجة. فيعني هيبقى في صعوبة كده في إن الأندية الأفريقية توصل نص نهائي أو ربع نهائي وحاجات دي يعني عامة. حاجة كويسة إنك نازل مباراة اللي هو عندك حماس، اللي هو رغم إنك خسرت المباراة اللي فاتت إن عندك إنك تكسب. وكنت فعلا بالفعل أنا كنت جايب 2-0 وكان قدامك تزود النتيجة، بس كان في تراجع كده من اللعيبة وأخطاء فردية وضربة جزاء اللي هي يعني جت، يعني حاجات كلها ما كانش ليها أي لازمة. يعني المباراة بإيدك تخلصها بدري بدري، لكنك بعد مثلا التعادل وكده انك تضغط وتكمل وتبقى عايز تجيب التالت والرابع وتنهي المباراة، دي حاجة كويسة. وبالفعل الأهلي جاب التالت. معلول لبس كده المدافع على الكورة اللي هي خبطت فيه دخل الجول، وبعدين جالنا بيلين معلول ضيعها، بس الحمد لله يعني رضانا في الآخر بفاول عالمي. وقدرنا الحمد لله نعدي المباراة. قدرت إنك تكسب المباراة في الوقت بدل الضايع في آخر دقيقتين 3. حاجة كويسة إنك تنهي البطولة كويسة، دفعة معنوية إنك الميدالية دي هتفرق نفسيا مع اللعيبة بعد ما أنت كنت داخل موسم خسران بطولتين. هتبقى حاجة كويسة جدا ليك في المستقبل إنك تنافس بطولات، تبقى النفسية بتاعت اللعيبة مرتاحة يعني. وبجد يعني كان مونديال عالمي من كولر. أكتر مدرب فاز بمباراة في كأس العالم، أكتر مدرب مسجل في كأس العالم. يعني بجد الراجل ده كان يعني لازم يتوج ويكلل مجهوده بميدالية في كأس العالم. السلام عليكم.